ايه يا جماعه اللي حصل لي ده وخلى وشي عامل كده حتى وانا باكل الاكل بالشكل ده يقع مني وفي نفس الوقت اكون مبسوط؟ تعالوا اما احكي لكم. الموضوع بدا لما نزلت وسط البلد اجيب بنطلونات جديده وقعدت الف عشان الاقي مقاسي كتير. الحمد لله بعد لف كتير ربنا كرمني، بس في نفس الوقت كنت واقع من الجوع. حظي ورجلي خدوني لشارع متفرع من طلعت حرب، واخيرا بعد لف كتير في وسط البلد جوعت قوي، فلقيت مكان بقى في شارع متفرع من طلعت حرب، مكان مستخبي يا جدعان اسمه ملوك الباور. انا جعان جدا، تعالوا نجربه ولو حلو اقول لكم عليه، فيلا بينا. مساء الفل، معاكم رعد في فيديو جديد. النهارده هنجرب ملوك الباور. يا جدعان الاكل شكله غريب، شكله حلو قوي. انا اول مره الاقي اكل زي الصور. سيبك من الشكل دلوقتي، نشوف لي العمايل. اول حاجه بيدهن زبده، بعد كده يحط عليها ملح وفلفل واللحمه ويديها سماش، وزي اي سماش برجر بيسيبها تاخد الكراست، بعد كده تستوي ويقلبها على الوش التاني. بيدهن العيش بتاعه الاول بالزبده، بعد كده ينزله على الجريل ياخد وش، بعد كده ينزل على حته البرجر الجبنه. السندوتشات بتاخد صوص بيك تيستي او مايونيز او ساوزن ايلاند، بعد كده خس، بعد كده خيار مخلل. بعد كده بيبدا يبني لك الساندوتش بتاعك على حسب عدد الطبقات اللي انت طلبتها، من اول طبقه لحد 5 طبقات. عنده اضافات تانية زي البيف بيكن والمشروم صوص. يا جماعه قبل ما ناكل بص شكل السندوتشات عامل ازاي. بينزل لك كمان مع الساندوتش بطاطس بتنزل لك سخنه، وكمان ممكن تعمل اضافه التشيز بومب. قبل ما نبدا بس خليني اقول لك حاجه، لو انت لسه ما اكلتش انا ماليش فيه على اللي هيحصل لك لما تتفرج على الفيديو ده. احلق شنب ده لو ريقك ما جريش على الاقل الدقيقتين الجايين. هنبدا اول حاجه بالساندوتش الدبل اللي قدامنا ده اللي معاه تشيز بومب زياده، بس الاول نفرد البطاطس عشان الصوص يقع عليها. عايزك تركز جدا وانا باكل الساندوتش ده، شكل الساندوتش بالعيش عامل ازاي والرياكشن بتاع وشي. بدون مبالغه ده واحد من احلى البرجرز اللي انا اكلتها في وسط البلد او في القاهره عموما. يا جماعه الجبنه والصوص دي بالرغم من كترها ما جزعتنيش ومش فاهم ازاي. نروح بقى على ساندوتش انا مش فاهم هو ممكن يتاكل ازاي، وده مكون من 4 قطع لحمه معاهم 4 ادوار من الجبنه والبصل المكرمل. هم عندهم في المنيو ممكن تعمل الساندوتش لحد 5 طبقات، انا بالنسبه لي الاربعه كانت كتير فقررت اشيل واحده من على الوش، فكده حولنا الساندوتش من 4 لحد تريبل. وعايز اقول لك كده برده كتير اطلب دبل بس هتتبسط، بس بالنسبه للطعم حكايه. هقول لي تحت في الكومنتات ريقك بدا يجري ولا لسه عامل فيها جامد. ندخل بقى على ساندوتش المشروم اللي انا كنت شايف ان هو مش هيعجبني من المشروم صوص، بس خضني، وعايز اقول لك فده اللي حصل في التيشيرت ده اصلا. قبل ما انسى بس دي الاسعار والمنيو بتاعتهم. ندخل بقى على 3 سندوتشات من منيو جديده لسه نازله، قلت برده اجربها لكم بالمره. اول حاجه ساندوتش برجر بالدوريتوس، تاني حاجه ساندوتش باسم المكان ملوك الباور، ده غالبا لف المكان كله في ساندوتش واحد. عجبني اول باكج وطبعا عارفين ليه. انا طلبت كل اللي جاي ده عباره عن دبل، ده ساندوتش دوريتوس برجر ودوريتوس، طعمه عادي، اللي فات كان احلى بكتير. الساندوتش اللي جاي ده مش عايز بني ادمين، عايز حد تقريبا بقه مترين او حد يعني ممكن تكون معدته منفذه على الشارع. ساندوتش من كبره عمره ما يدخل في بقك مره واحده، لازم تشيل منه حاجات زي ما انا عملت كده وشلت منه البصل. هو طعمه حلو بس هيعجب قوي الناس اللي مش بتحب الحاجات الكلاسيكيه، بتحب الحاجات اللي فيها حاجات كتير. الساندوتش اللي جاي ده بقى شبه اول واحد جربته، عليه بس اونيون رينجز زياده، فقلت برده جربه بالمره، فنفس الطعم تقريبا. حتى الان اعتمدت المكان ده كسماش برجر. نخش بقى على الحلو والحادق. اول حاجه الكيري البسطرمه، طعمها كويس هي والميكس شيدر ده، بس بالنسبه لي ينفعوا كفطار او عشاء مش غدا. ده اسمه ساندوتش ملوك الباور، نفس طعم اللي فات بس الزياده السجق والتركي مش عاملين فرق. ده بقى اغرب ساندوتش اجربه السنه دي، اسمه ساندوتش الحباش، بيتعمل في محافظه معينه، لو عارفها قول لي تحت في الكومنتات. ده حباش بالطماطم، طلبته عشان اجربه ويا ريتني ما طلبته، وده خلى وشي يكرمش. طعمه مش ذوقي خالص، طعمه ميكس بين المش والطحينه. اكتب لي لو انت سمعت عنه. عندهم اللحمه بالبصل عامله زي بتاعه البيت بالظبط. عندهم كمان ساندوتش سجق فيه عيب صغير قوي ان هو حادق شويتين. عندهم سيكشن كامل للذره في منها حلو وحادق، ده كان الحادق اللي هو بالشيتوس، كان طعمه بالنسبه لي جديد عليا. كمان جربت عندهم اللي هي الشيبسي دي في منها بالصوصات او الاوريجينال، انا طبعا بتاع الاوريجينال فخدتها دقتها طعمها حلو. كل اللي فات كوم ولا اشوف دلوقتي كوم تاني. اول مره اشوف في حياتي ساندوتش برجر حلو. انت من كميه الصوصات مش هقدر اقول لك هي عباره عن ايه، انت بس تتفرج على شكلها وتحس انت جزعت اساسا. المفاجاه بالنسبه لي طعمه حلو قوي وما بيجزعش ومش عارف ازاي، وفي الغالب ان هم مستخدمين صوصات نظيفه. ده بقى تقريبا ساندوتش اللبان والكوتون كاندي اللي انا طلبته عشان ارازي في نفسي. كميه الصوصات غريبه وفي نفس الوقت الحشو انا مش عارف امسكه وقع من ايدي بالشكل ده. اللي ضايقني بقى اكتر ان طعمه مش ذوقي اساسا، حاسه طعمه حريمي شويه. ونخش بقى على الذره الحلو، ذره عليه نوتيلا واوريو ووايت شوكليت. في اول لحظه تحس ان هو عك، هو تقريبا عك بس طعمه كويس احلى من الحادق مش عارف ازاي. واخيرا احلى حاجه في التجربه دي انها مش متوقعه، هتعجبكم. سلام.